صباح الخير، صباح الورد، صباح الأنوار والخيرات والبركات. شلونكم حبايبي؟ يا رب إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية، وأهم شيء الصحة والعافية. حبايبي الحمد لله. شلونكم خواتي أخواني؟ يا رب يوقع أطمنكم علي. الحمد لله، أقوم وأقعد وفضل ربي علي الحمد لله. والمسكن أقول الحمد لله والشكر، لأنه هو طاني مسكن قوي الحمد لله. والله بنات مشتهين الدولمة، صار لي تقريبا شهرين ما مسويتها من هاجت ايدي. فاليوم قلت لهم ما يخالف، شوية شوية يعني، شوية اشتغل شوية اقعد، فجدر بسيط مو كبير. طبعا هنا عندي اللي لقيته بالسوق، طبعا هجم علينا حر مو طبيعي بتركيا. فقط بنات الظهر، بس الظهر يعني من تصير بعد السبعة المغرب ب8، لا الهواء ثلج، افتح الشباك عبالك مكيف الحمد لله على كل حال. فالخضرة مو مثل قبل. فاللي لقيته عندي باذنجان، عندي شجر قشرته وحفرته، عندي فلفل، عندي بصل. طبعا السلق اختفى نهائي، هو بس بالشتاء ومو دائما. بنات انا ما اقصد كل محافظات تركيا، محافظتنا بالذات ما يحبون السلق فما يجيبوه. باقي المحافظات لا بيها الحمد لله على كل حال. بنات هنايا عندي اقل من نص قلاص، ربع قلاص تمر هند، وعندي نص قلاص دبس رمان، وعندي ليمونتين، وعندي برش طماطتين. بنات هنا احنا الطماطة القطع ما يحبوها بالاكل، من يشوفوها ما ياكلون، فابرشها برش. وهنايا بنات عندي هنايا 400 جرام مال ايد مال غنم، ثرمتها. وما بنات تاني ما يحبون اللحم يعني مثروم بالايد، ما يحبوا شو يصير قطع مثل الشلو فراي، ما ياكلوا الا مثروم. وهنايا عندي بطن باذنجان وبطن الشجر، وعندي راس بصل، وعندي 3 فصوص ثوم. بنات الدولمة لازم بيها ثوم، الثوم يعطيها فد نكهة ولا أروع، وهي تبقى حسب الرغبة. وهنا عندي هذا التمن المكسر، طبعا أنا يحبون تمنها أكثر من اللحم، فأضطر أحط التمن أزيد. هنا بس غسلته بدون تنقيع. وهنا بنات عندي 4 ملاعق كبيرة معجون، لأن هي لازم الدولمة تصير حمراء، احنا نحبها حمراء. 4 ملاعق معجون، 4 ملاعق كبيرة مال أكل معجون من هذه. واللي باقي عندي من معجون الفلفل الأحمر الحلو هي ملعقتين ضفتها، يعطيها لون وطعم كلش طيب. وهنا راح أحط رشة كمون قليلة كلش، لأن أنا ما يحبون الكمون هالقد بالأكل. وكاري عندي، وعندي فلفل أحمر حلو، وعندي فلفل أسود، وأكيد الملح، وأكيد الليمون دوزي. رغم أني حطيت ليمون، بس الليمون ما يعطيها حموضة هواية، وراح أخلي وياها همينة رشة صماق. فأنا راح أخلط هذا كليته وأرجع لكم إن شاء الله. وإحنا نبدي الزيت حبايب، أنا ما أحطه ويا الحشو، لا أنا أحطه بشعب الجدر تصير أطيب. ابقوا وياي حبايب قلبي. حبايب خلطتها هياته، وشوفوا اللون والطعم يجنن، ما أقول لكم حامضة حلوة تخبل كاملة عندي جاهزة. المقادير كلها حطيتها نفسها، ما ضفت أي شيء زايد. وهنايا عندي هذا الجدر راح أشتغل بيه. أنا قلت جدر يعني وسط، مو كبير مثل كل مرة، لا ما أقدر. فهنايا خليت أني يعني ملعقتين 3 ملاعق ممسوحة زيت بالأرضية، وخليت شرايح خفيفة مال بوتيتا. شوفوا بنات، شرايح خفيفة كلش. سديت بها الفتحات لأنه أعواد ما السلك ما عندي. فهاي الشرايح هم تخلي البصل ما يحترق، وهم تخليه ياخذ لجعة حلوة. فهاي أني هسه راح أبدي ألف البصل كله، هذا اللي تشوفوه بالأرضية يصير طبقة أو طبقتين، وراها راح نسوي الشجر والباذنجان والفلفل. وأني راح ألفها هسه مثل ما قلت البصل، وبعدين الخضرة أكملها إن شاء الله حبايبي، وأرجع لكم حبايب قلبي. كلش كلش مشتاقة لكم ورداتي الحلوات، إخواني الأفاضل. طبعا جدري كمان مثل ما تشوفون. بنات هسه هذه بس تفور راح كله يهفت ينزل لي جوا. طبعا بقى عندي شوية حشو ممكن أشيله بالكيس بالفريز، أبدا ما عليه شي. مرة لك من تسوين كمية وتضيفي فوقها. فهسه أني كاملة عندي الدولمة، هسه راح أخليها على نار عالية، نار عالية فثلث ساعة. من تسمعيها تشك تشك يعني تقوم تبقبق، تنصين النار وتحطي لها قبغ ثقل أو ماعون وتقبغيها. وأبدا ما تضيفين ولا نتفة ولا قطرة مي. أولا هنا الخضار هي كليتها مي، البصل الشجر كليتها تحتوي على سوائل.
بالإضافة احنا حطينا دبس رمان، حطينا تمر هند، حطينا ليمون، حطينا برش طماطة. هاي كلها سوائل بنات. من راح تحطين مي هسه لو نص قلاص راح تخرب الحشو، راح يطلع وراح تنمرد وبعدين يصير شكلها ابدا ما حلو. من راح تقلبيها مثل القالب راح تشوفيها طرية وتذوب بالحليق ولا اروع من هيش طعم، بس ما ممرودة. هنا مثل ما قلت راح نخليها تحمس على ربع ساعة او 3 ساعة، واغطيها بثقل اتركها هي الدولمة تاخذ ساعة ونص، وراح ارجع وياكم بعد ساعة اشوفكم هي ايش قد نزلت مي. كل السوائل اللي راح تنزل راح ترجع تشربها مرة لوخ، وراح تكون دولمة والله ضيقتها تجنن بنات، حامضة حلوة تخبل. دائما دائما والبنات تعلموها من عندي بدون قطرة مي، بدون قطرة مي. أنا دائما أشوف يحطوا لها قلاصين 3 قلاصات إلى أن يغطيها. لا بنات هاي تخرب وما تصير الدولمة العراقية اللي أحلى وأطيب أكلة عراقية هي الدولمة. وهاللجعة الحلوة مال البصل. فهسه هي أول ما تفور راح تذبل وتنزل لي جوا حبايب قلبي. ومشتاقة لكم هواية، وأقول لكم أشكركم على كل حبيبة وأخ، يعني كلكم عزيزين علي. كل أخ فاضل وكل أخت فاضلة محترمة كتبت تعليق حلو أني أشكرها عليه، ويا رب يجازيها بالمثل ويبعد عنكم كل مكروه. وأرجع وأقول بنات عيب الكلام الإلمة حلو، عيب التطاول، لأنه اللي دا تطبخ هي أولا وأخيرا مو خدامة، ولا هي دا تطبخ بالأجر، هي فضل من عندها دا تطبخ ودا تعلم. فعيب الكلام. يعني أني هم أجتي تعليقات ما حلوة، وأرجع وأقول إحنا العراقيين ترى ناس محترمين ومتربين على الكرم والجود والأخلاق الطيبة. فعيب التطاول. ما عجبك يا أختي الكريمة لا تعلقين، مثل ما دخلتي اطلعي. وأتمنى ما أشوف كلام زايد. إحنا ننطي أصول الطبخة، وتبقى هي تطبخين على ذوق عائلتك، الطبخين على مثل ما يردون أولادك. يا حبايب قلبي أتمنى أشوفكم صحة وعافية، وأرجع لكم إن شاء الله بعد ما تفور وأشوفكم إيش قد نزلت مي، وأرجع وأقول بدون إضافة قطرة مي. حبايب قلبي حبايب قلبي يسعد مساكم. شوفوا بنات أني من قلت لكم ولا نتفة مي، أني هسه صار لها ساعة بالضبط تدفر. شوفوا بنات نقول بسم الله وألف الصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا المي اللي نزلتها هي الدولمة بنات، تشوفون صار بالضبط ساعة كاملة. هاي السوائل كلها هي الخضرة تنزل مي، بالإضافة للي احنا حطيناه فكلش كافي. هسه منا نص ساعة بعد راح تتشرب كل هذا المي اللي نزل، هي تنزل ميها وتستوي بالمي مالتها. فراح ارجع اغطيها، ما اقول لكم الحموضه والطعم يخبل. راح اتركها بعد نص ساعه راح تمص المي كليته واطفيها. ومن اطفيها اتركها هم نص ساعه تهدى، ما يصير هي حاره تقلبيها راح تتفلش. فهنا راح اتركها نص ساعه تهدى ونقلبها على الخبز، وراح نشوفها احلى دولمه واحلى طعم. فهي ليش اقول لكم ولا نقطة مي هي تنزل. من راح تحطين مي وهذا المي من عندها نزل راح تصير شوربة. حبايب قلبي ننتظر ان شاء الله نشوفها بشكلها النهائي. واحلى مساء على احلى حبايب وخوات واخوة، اروع منهم ماكو بالدنيا. حبايب قلبي اللي اني احبهم مثل نظر عيني اشوفهم. حبايبي طبعا قلبتها للدولمة نزلت مثل القالب، بس اني هزيتها وفرشة بالصينية. وشوفوا لي اياها بنات طرية، شوفوها دايبة ذوب بس ما ممرودة. شفتوا ايش قد سائل نزلت منها، رجعت شربتها كلها طفيتها وتركتها نص ساعة تهدى. ما يصير تقلبيها وهي حارة، تهدى. وشوفوا لي اياها بنات فدت انكم مش بعدها حارة رغم اني تركتها نص ساعة اتجنن. شوفوها بنات دايبة ذوب، والطعم ما اقول لكم، لجعة خفيفة وحمرة وحامضة حلوة وتخبل وتلوق لحلقكم. والله العلي العظيم تلوق لحلوكم بالله العظيم. وارجع واقول انتي تطبخين حسب رغبة عائلتك، اولادك، زوجك. احنا ننطي القاعدة مال الطبخ وانتي تحطين الاضافات. تردين المعدنوس، تردين تضيفي لها شبنت، تبقى بنات حسب الرغبة. تيجي وحدة تقول وين السلك احنا اتمنى بس ماكو، محافظتنا ما ياكلوا. واليوم اني ما حطيت شبنت ما رادوا الاولاد،
فأنت تطبخين حسب رغبة عائلتك، تخبل وتجنن. وماكو أطيب من أحلى وأروع طبخة هي الدولمة العراقية، حامضة حلوة وحمرة ولاجعة وتجنن وتلوق لحلوكم. حبايبي أقول لكم أحبكم كلش وفاية، وربي لا يحرمني من طلتكم علي وجودكم وياي. وأرجع وأقول أشكر كل أخ وأخت على قولي كلمة حلوة، ويا ربي إلهم بالمثل، ويا ربي تسلم هالإيد اللي تكتب هالتعليق الحلو. وأرجع وأقول عيب الكلام المو زين وعيب التعليق السلبي. احنا عراقيين متربيين ومحترمين وما نتجاوز على أي أحد. أحبكم كلش هواية، ويا ربي يعطينا صحة وعافية إلنا وإلكم، ويبعدكم عن كل مكروه. أحلى خوات وأخوة بالدنيا، إلكم أحلى تحية من أختكم أم محمد، بمليون ألف عافية علينا وعليكم.